3 2 1 يلا. اوعى تسيبي عريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنتكلم على التقاليع الغريبة مش قصدنا ان احنا نهد على الناس فرحتها، وما بنقولش ان الناس ما تفرحوش، بس افرح بالعقل، افرح بالطريقة اللي ما تجيبلكش اذى بعد كده. في تقليعة غريبة ظهرت الايام دي في الافراح، ان كل عريس وعروسة ياخدوا بعضهم وينطوا في حمام السباحة. التقليعة دي ايه جت منين وايه مصدرها ما احناش عارفين، وهل هو ده هيبقى سبب فرحتك؟ هل فرحتك ما تكملش غير ببهدلتك انت وعروستك قدام الناس؟ هو انتوا ما بترتاحوش يا جماعة الا لما يحصل لكم مشكلة من ورا التقاليع الغريبة اللي انتوا استوردتوها؟ معرفش استوردتوها منين. الغرب بيعملوا تقاليع، مش لازم احنا نبقى ماشيين على النهج بتاعهم، مش لازم كل حاجة يعملها الغرب نعملها. انا مش فاهم، ما كان اي عريس وعروسة بيفرحوا بالفرح بتاعهم وزفة وكوشة وخلصت الحكاية على كده. التقليعة الغريبة اللي ظهرت الايام دي ان كل عريس وعروسة ياخدها وينطوا في حمام السباحة. هو انت مش فاهم ان انت ممكن تعمل كارثة؟ وده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل في محافظة الغربية. طبعا اللي انا بتكلم عليه ملوش علاقة بالفيديوهات اللي معروضة دي خالص. الحادثة اللي أنا بتكلم عليها أو الواقعة اللي أنا بتكلم عليها ملهاش علاقة خالص بالفيديوهات. أنا بجيب لكم بس عينة من الفيديوهات اللي هي ماشية بالتقليع الأيام دي. التقليعة اللي ماشية إن كل عريس وعروسة ينطوا في حمام السباحة عشان خاطر ياخدوا لقطة، عشان خاطر ياخدوا ترند. الحادثة اللي حصلت معانا حصلت في محافظة الغربية. إيه اللي حصل في محافظة الغربية؟ العريس والعروسة موجودين في الفرح وسط المعازيم والدنيا زي الفل ومفيش أي مشاكل خالص. بتيجي فقرة دلوقتي برضو بدأوا إن هم يبتدعوها إن العروسة تغير الفستان بتاعها والعريس يغير البدلة بتاعته. ما هي كانت بدلة واحدة وفستان واحد والليلة بتقضى وبتبقى زي الفل. ربنا يوسع عليكم ومعاكم فلوس مش عارفين تعملوا بيها إيه، ربنا يوسع عليكم. أهي بقت موضة جديدة وبدأت العرايس والعرسان يعملوها وينفذوها. برضو الموضة دي أنا معرفش هم جابوها منين بالظبط. في الفرح بتاعنا بقى جت الفقرة إن العريس هيغير البدلة بتاعته والعروسة هتغير الفستان بتاعها. يخرجوا في أمان الله؟ لا، لازم نعمل الترند اللي موجود والتقليعة اللي موجودة. العريس والعروسة راحوا نطين في حمام السباحة. طبعا انت مش واخد بالك حضرتك ان الفستان اصلا بتاع العروسه بيبقى منفوش وجبونه وحاجه ما يعلم بها الا ربنا اصلا، وهو على البر تقيل. ما بالك لما ينزل في ميه ويعبي ميه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى انا مش فاهم بالظبط العقليات بتروح فين والدماغ بتروح فين. العروسه طبعا لما نزلوا في حمام السباحه الفستان بتاعها عبى ميه والعروسه بدات تغرق. هي اي نعم مش هتغرق في حمام سباحه وحواليهم ناس كتير والعريس موجود ويعني وفي ناس موجودين حوالين حمام السباحه وفي معازيم هيلحقوها. بس ايه اللي حصل بقى؟ ابو العروسه زي اي اب قلبه كاله على بنته لما شاف منظر بنته في حمام السباحه ان هي ممكن تغرق. ابو العروسه طب في الفرح افتكروا الاول ان هو عنده غيبوبه سكر، جاله ضغط حاجه زي كده، ضغط وطي. قعدوا يفوقوا فيه مفيش فايده. خدوا الراجل وطلعوا بيه على المستشفى. المستشفى قالت لهم الراجل متوفي ومتوفي من فتره، يعني تقريبا وقت وقوعه في الفرح الراجل توفاه الله. ابو العروسه ما استحملش يشوف بنته وهي بتغرق في حمام السباحه. النيابه لما سالت المدعوين في الفرح ايه يا جماعه اللي حصل، قال لك اللي حصل ان العريس والعروسه نطوا في حمام السباحه وابو العروسه شاف العروسه بتغرق طب ساكت، جاله هبوط حاد في الدوره الدمويه، قلبه ما استحملش ان يشوف بنته بيجرى لها كده. في يا اخوانا يعني انا مش فاهم التقاليع دي انتوا جبتوها منين؟ انتوا عايزين توصلوا لغايه فين؟ هو انتوا لازم تفوقوا على مصيبه؟ ما يعني انا ما اعترضتش انكم تفرحوا، بس افرحوا بطريقه معقوله يا اخوان. دي ما فيهاش اي عقل خالص. يعني ايه الحكمه منها؟ ايه الهدف منها انك تاخد عروستك وتنزلوا في الميه؟ يعني انا مش فاهم بصراحه. عايزين تطلعوا ترند؟ يعني انا مش، هو الترند والهوس جنن الناس للدرجه دي خلاكم تصرفوا تصرفات محدش يعني مش تصرفات ناس عاقلين بصراحه. انا مش شايف في الموضوع ده اي ريحه عقل. يعني انا مش فاهم يا جماعه الناس، يعني اكتبوا لي في التعليقات انتوا موافقين على اللي بيتعمل ده ولا معترضين زي حالاتي، ولا احنا دقه قديمه وبقينا جهله ومش متابعين اللي بيحصل ولا ايه؟ والحمد لله ان احنا دقه قديمه